السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وائل ممدوح عبد الفضيل، صحفي في جريدة البريق، ومعانا النهاردة موهبة جديدة من المواهب. ممكن أتعرف باسمك؟ أهلا بحضرتك. أنا كاتبة هلبيس سلامة. ممكن أعرف بدأت من إمتى الكتابة؟ من سنتين بالظبط. ممكن تقول لنا إزاي اكتشفتي موهبتك؟ كنت كل ما بزعل أو أفرح بطلع اللي جوايا في الكتابة. وكان صديقي الوحيد قلمي. أنا زعلانة أنا فرحانة في أي وقت. بيجي في دماغي يعني أي إحساس كنت بكتبه. بعد كده عرفت إن أنا ليه مثلا من الحاجة دي ما طورش من نفسي وأبقى كاتبة ومشهورة. والحمد لله حققت اللي أنا عايزاه. وبقيت كاتبة مشهورة، مش مشهورة قوي، بس ليه يعني ناس كتير بتحب كتاباتي ومتابعاني. ممكن أعرف مين اللي شجعك إنك تكوني كاتبة؟ أختي هي اللي شجعتني وزرعت جوايا حلم إني أنا لازم أبقى كاتبة كبيرة. وكانت بتشجعني في كل خطوة، وهي سبب نجاحي دلوقتي. كان إيه رد فعل أهلك لما عرفوا إنك كاتبة؟ اتبسطوا جدا، وشفت في عينهم الفرحة، وكانوا عندهم أمل فيا إن أنا هبقى كاتبة كبيرة في يوم من الأيام. وكلهم شجعوني على ده. وقالوا لي إن أنت لازم يعني تكبري من موهبتك وتعملي كتب أكتر وأكتر. ومحدش وقف قصادي خالص، كلهم شجعوني على ده. مين مثلك الأعلى في الكتابة من الكتاب؟ طبعا الكاتبة الكبيرة أميرة البيلي، بحبها خالص وبحب الشعر بتاعها، وبتابعها من زمان، يعني اللي هو من زمان، ممكن من قبل ما أصلا ما أعرف إن أنا كاتبة أو اكتشف الموهبة دي، اللي هو من فترة طويلة. وبحب كمان كتابات الدحيح، وعندي كتب كتير ليه. ممكن تقول لنا عن أعمال من أعمالك؟ كان أول حاجة خالص كتاب هيهات كاتب. كان كتاب مجمع، كذا كاتب وكاتبة فيه. كانت المسؤولة عن الكتاب منى محمد. كانت أمورة بصراحة، وحبيت الشغل معاها. وبسبب ان انا حبيت طريقتها مع الكتاب وكده اشتركت في كتب تانية ودخلت في الجروبات. وتابع مبادرات كتير. بس اللي عجبني يعني كتاب اسمه قهوة منتصف الليل. تبع مبادرة حبور جافة مع الكاتبة ياسمين عبد الحق. كاتبة وصحفية هي. بصراحة حبيت الشغل معاها خالص. وعملت كتاب تاني اسمه شيوخة في العشرين برضو معاها. وبصراحة كانت معاملتها حلوة خالص. وحبيت ان انا يعني اعمل كتابات كتب قصدي معاها وكده. وان شاء الله هعمل كتب تانية كتير معاها ومع الكتاب اللي معايا، لانه الكتب مجمعة وكده. بس وان شاء الله هحضر حفلات اكتر واكتر، لانه بسبب ظروفي وكده مش بحضر حفلات كويس، او بحضر حفلات للكتب بتاعتي. تقولي إيه لكل شجعك إنك تكوني كاتبة؟ حابة اقول لهم بجد شكرا انكم في حياتي، وانتوا احسن حاجة حصلت لي في حياتي، وانا بحبكم قوي. ومش عارفة انتوا لو مش في حياتي كنت اعمل ايه من غيركم، وربنا يخليكم ليا يا رب. تقولي إيه للأجيال المستقبلية وتشجعيهم في الكتابة وتحفزيهم إن هم يكتبوا؟ حابة اقول لهم ملكمش دخل بأي حد يقول لكم انتوا مش هتنجحوا، انتوا كتاباتكم مش حلوة، ما ينفعش ان انت تبقى كاتب كبير في يوم من الايام. انت مكانك مش هنا، انت لازم تركز في دراستك.
انت لازم تشوف لك شغل، انت لازم تشوف حياتك. الكتابة ملهاش اي لازمة ومش تنفعك في يوم او اي حاجة من دي. الكتابة حاجة حلوة خالص، ولازم تطور نفسك فيها، ودي موهبة الكل بيتمناها. واعرف ان انت عندك نعمة كبيرة ولازم تحافظ عليها وتطورها اكتر واكتر. حتى لو عندك دراسة، ممكن ان انت حتى ربع ساعة في اليوم تقدر ان انت تكتب فيها اي حاجة، او ان انت تعبر عن اللي جواك في الكتابة. والكتابة دي هتبقى مصدر ليك ان انت تنجح وتبقى حاجة كبيرة، ومتسمعش كلام اي حد يحبطك، لان محدش هيبقى عايزك احسن منه في اي حاجة او ان انت تنجح. كلهم عايزينك تبقى فاشل، عايزينك متبقاش احسن منهم، وهما مش بيحاولوا ان هما يبقى حاجة كويسة اساسا. يعني هما فاشلين وعايزاك انت تبقى افشل منهم، فانت ما تعملش زي ما هما عايزين. انت خليك حد كويس وناجح، بحيث ان كل اللي كانوا يقول عليك ان انت مش هتبقى ناجح في يوم من الايام اثبت له ان هو غلط وانت اللي صح. تمام، شكرا، تشرفت بلقائك. العفو والشرف ليا حضرتك.